السيناريو الطبيعي بقى والتطور الطبيعي لحاجه الساعه بيحصل، ما يتمش في الهاني مون، نرجع ونقول طب ما نشوف ايه الاخبار، ما يحصلش بعد شويه نبتدي بقى ايه الاهالي تسال شمال في يمين، نداري حبه في الاول وبعدين هناك من هو سيخبر العيلتين انه لم يتم الدخول بها بعد. اوبا، الام شايفه ان بنتها فله والاب شايف ان ابنه فله، فنبتدي العائلات تتخانق مع بعض، تبتدي بقى قصف الاتهامات، هنا ابنك انت، شوفي بنتك انت، بنتك مش راضيه تخليه يدخل ليه، وانت ابنك مش عارف يدخل ليه، يا لهوي، نلاقي بقى ايه، يخشوا عليا ولد وبنت زي العصافير ومعاهم شويه ناس كتير. اول حاجه من حق اهاليكم انهم يطمنوا عليك، بس مش من حقهم انهم يتدخلوا في حياتكم في حاجه زي كده. دي مشكلتكم، مشكله طبيه اللي هيحلها لكم دكاتره، مش هيحلها تراشق النيران الصديقه اللي بيحصل بين العيلتين، لان ده بيأثر عليهم بعد شويه بانه فاكر لما مامتك قالت لي، فاكره لما باباكي قال لي، فبنلاقي فيه كده ضغائن صغنطوطه بقت موجوده في الحياه. طب تشنج مهبلي لا ارادي نحله ازاي؟ اول حاجه نعرف الخلفيه بتاعه التنشئه كان شكلها ايه، المعتقدات الجنسيه الخاصه بيها كان شكلها ايه، افكارها عن العلاقه ايه، قدرتها على الانخراط في نشاط جنسي شكله ايه. نمره 3، هل في فعلا انقباضات؟ ولو في انقباضات هم طريقتين بنعالج بيهم، يا الموسعات المهبليه التدريجيه، يا في الحالات اللي هي بتكون عندها مقاومه عاليه قوي فبتتحقن نسب معينه من البوتوكس بيقوم بها طبيب جراحه امراض نساء وولاده متخصص ومعروف انه بيعملها.